السلام عليكم مشاهدي، لاباس عليكم بخير مزيانين؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم نشارك معكم واحد الكيك بارد كيجي رائع ومنعش. كيف ما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله كيجي مزيون بزاف. كتشوفوا القوام ديالو كيجي مشرب، كيجي رائع بزاف. كنتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا الطريقه والمكونات. هذا الكيك هذا كيجي مزيون بزاف. كيف ما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله كيجي القوام ديالو مزيون. بالنسبه للمقادير، عندي الدقيق، عندي 7 المعالق السكر، 7 المعالق الزيت، 7 المعالق الحليب، واحد البيضه، واحد شاسيه فاني، واحد خميره فئه 8 غرام خميره الحلويات. هاد الكيكه ساهله ماهله دغيا كتوجد معنا وفيها شي مكونات صعابين. كنفقس البيضه ديالي، كنزيد عليها 7 المعالق السكر، الكيك ديال 7 معالق. من بعد كنزيد عليه شاسيه ديال فاني. كنسجم العناصر مع بعضياتهم بهذه الطريقه هذه. انا اخترت نخدم غير بطرب يدوي. كيف ما كتشوفوا معايا كنحرك مزيان بيضه السكر والفاني حتى كيتبدل لون البيض كيف ما كتشوفوا معايا. يعني هذا الكيك كيجي اقتصادي وسهل، يعني مكديرش مقادير بزاف. عندي 7 المعالق الحليب. كندخل الحليب مزيان بهذه الطريقه هذه. 7 المعالق الزيت. كنحركهم مزيان بهذه الطريقه هذه حتى كنسجموا العناصر مع بعضياتهم. هاد الكيك هذا كيجي مزيون بزاف وبارد، يعني كيصلح لهاد الوقيته هذه نوجدوه لوليداتنا في الكوتي دغيا كيوجد. بالنسبه للدقيق عندي 7 المعالق. كيف ما كتشوفوا معايا عندي الدقيق مغربل من قبل. كنحرك مزيان بهذه الطريقه هذه. كنحركوا الدقيق مع البيض والسكر والحليب. كنستمر في التحريك بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد كنزيد خميره الحلويات من فئه 8 غرام. كندخلها مزيان ديك الخميره في الخليط ديالي. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي المول مدهون بالزبده مرشوش بالدقيق. غنخوي فيه الكيك. هاد الكيك هذا كيجي مفشفش ومزيون بزاف. بالنسبه للفران، كان الفران عندي بارد كنشعل عليه من التحت ساعه كتطيب الكيكه ديالنا عاد كنشعلو عليها من الفوق باش كتحمر. دابا نوجدو السيرو باش نسقيو الكيك ديالنا. عندي كاس د الماء، نص كاس د السكر، قطع من البرتقال شرائح. كيف ما كتشوفوا معايا كنعمل الماء ونعمل السكر وكنزيد عليهم شرائح د البرتقال بهذه الطريقه هذه. وكنعملهم على نار مهيله، كنحسب لهم 10 دقائق وكنطفيو عليهم كيكون السيرو واجد كيف ما كتشوفوا معايا. بعد ما وجدت لي الكيكه ديالي تبارك الله ما شاء الله كتجي مزيونه بزاف ومفشفشه. دابا كنسقيها، يعني السيرو كيكون بارد والكيك يكون سخون باش كيتشرب هذاك السيرو. كيف ما كتشوفوا معايا ما نعملوش السيرو سخون باش ما تعجنناش الكيك ديالنا. كنسقيوها مزيان حتى كتشرب باش كتجي فازقه من الداخل ومشربه ورطبه. بالنسبه للطبقه الثانيه عندي نص لتر د الحليب، 2 معالق السكر، 2 معالق ديال مايزينا اولا كريم باتيسري اللي كان عندكم متوفر في الدار. كنعمل الحليب، كنزيد عليه النشا 2 معالق، كنزيد 2 معالق السكر. كنحركو على البارد بهذه الطريقه هذه. كنعملو على النار قليله وكنستمروا في التحريك حتى كتوجد لنا الكريمه ديالنا. ما نوقفوش يدينا بالتحريك كيف ما كتشوفوا معايا. بعد ما وجدت لي الكريمه ديالي كنزيد عليها واحد شاسيه ديال الفاني، واحد المعلقه الزبده صغيره.
كنحركو مزيان بهاد الطريقه هادي حتى كتذوب ديك الزبده. وبالنسبه للفاني كيعطي واحد النكهه مزيونه في الكريمه. من بعد كنخويها فوق الكيك بهاد الطريقه هادي. كنحاول نوزعها على الوجه الكيك كامله. كيف ما كتشوفوا معايا الكيك كيجي ساهل وما كياخذش شي وقت طويل معانا، دغيا كيوجد وكيجي مزيون بزاف. كنحاول نقادر لوجه الكيك مزيان بهاد الطريقه هادي. كنخليه فوق البوطاجي يشبر راسو. كندوزو نوجدو الطبقه الثالثه. كما كتشوفوا معايا عندي الفريز، عندي 2 معالق السكر. كناخذ المونينيكس كنعمل فيها الفريز، ما كنطحنها لا بلا ما بلا حتى شي حاجه، غير الفريز مع السكر. عندي 2 معالق السكر وكنطحنوهم. بعد ما طحنت الفريز مع السكر كنصفيهم باش كاين ديك الفريسه فيها ديك العظومه وديك الشوائب كنصفيوهم كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما صفيت الفريسه ديالي بهذه الطريقه هذه كنزيد عليهم فلان بنكهه الفراوله. كنحرك مزيان وكنعملهم في كاسرونه وكنعملهم حتى يطيبوا في البوطه. كنستمر في التحريك. بعد ما وجد لي فلان ديالي كنخويه فوق الكيك بهذه الطريقه هذه. ولي اول مره كيشوف هذه القناه ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويبارطاجي الفيديو مع صحابه والاصدقاء ديالو فضلا وليس امرا. كيف ما كتشوفوا معايا كنوزع ديك فلان فوق الوجه الكيكه بهذه الطريقه هذه. من بعد كنزينها بقطع الفريس بهذا الشكل باش كيعطينا واحد المنظر مزيون. نتوما على حسب اللي عندكم توفر في المنزل ديالكم تقدروا تزينوا به. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الكيك كيفاش كيجي. كتجي مزيونه بزاف ورائعه وكتجي لذيذه. كنتمنى تجربوها. من بعد كنزينها بحبيبات ديال الشوكولا بهذه الطريقه هذه كيعطيو واحد الجماليه. واللي اول مره كيشوف هذه القناه ما ينساش يشترك في القناه ويعمل لايك ويبارطاجي الفيديو مع صحابه والاصدقاء ديالو فضلا وليس امرا. كنعملوا الكيكه ديالنا تبرد واحد 2 سوايع. من بعد عاد كنبداو ناري ناكلوها حتى كتشبر راسها. كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما خليت الكيك ديالي برد واحد 2 ساعات عاد نقدروا ناكلوه. كيف ما كتشوفوا معايا كيك كيجي رائع جدا ومزيون بزاف. كنتمنى تجربوه. كيليق في هذه الوقيته هذه كيجي بارد. كما كتشوفوا الكيك تبارك الله ما شاء الله كيجي مشرب وكتجي مزيونه بزاف هذه الكيكه هذه. كنتمنى تجربوها. ومع السلامه والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.